السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهاردة فاخر من الآخر. فيلمنا بيبدأ بشاب هندي بيكون مسافر دولة من الدول العربية وهي السعودية، وبيكون في المطار وبنلاقي اتنين شباب هنود، واحد اسمه نجيب والتاني اسمه حكيم، وبيكونوا مش عارفين يتكلموا عربي، لكن الضابط بيختملهم الورق ويمشيهم ومش بيرضى يتكلم معاهم أو يفهم هم عايزين ايه. وبعد كده مش بيلاقوا الكفيل بتاعهم، ولكن بيلاقوا عامل نظافة هندي في المطار وبيساعدهم وبياخد رقم الكفيل ويرن عليه، ولكن مش بيرد عليهم وبيكون تليفونه مقفول. فالعامل بيقول لهم ان النهارده الجمعة ودي اجازة في السعودية، وبيخرجوا من المطار وبيكونوا مش عارفين هيعملوا ايه. وفجأة وهم ماشيين راجل خليجي بيقابلهم وبيسأل نجيب إذا كان اسمه عبد الله وجاي تبع مكتب إيه، ولكن نجيب مش بيفهمه فبيتعصب عليه الكفيل ويشتمه. وبعد كده بياخد جوازاتهم ويبص فيها وبيقول لهم أيوة أنتم الولدين الهنود اللي أنا طلبتهم يشتغلوا عندي. فبيفرحوا جدا عشان لقوا كفيلهم، وبعد كده بيقول لهم اركبوا يلا معايا. فنجيب بيطلب مية شرب، ولكن الكفيل بيزعق له ويشتمه ويقول له مفيش وقت. ولما بييجوا يركبوا جنبه بيرفض ويقول لهم اركبوا ورا زي الغنم. وفي اللحظة دي بيحسوا بإهانة شديدة جدا، ونجيب بيستغرب جدا من المعاملة القاسية دي. ولكن حكيم بيقول له يسكت ويعدي الموقف على كده ويركب عشان الكفيل يبطل زعيق فيهم. وأثناء ما هما ماشيين حكيم بينام بسبب التعب، وهنا الشابين بيلاقوا نفسهم في الصحراء. وفجأة الكفيل بيندى على شخص اسمه أبو خالد وبيديله حكيم وبيقول لنجيب يستنى هو في العربية، لكن نجيب بيرفض وبيقول له إن هما الاتنين عايزين يشتغلوا مع بعض، وكمان يطلب منه تليفون علشان يطمنوا أهلهم عليهم. ولكن الكفيل بيزعق فيه ويشتمه وبيزقه ناحية العربية. وفي نفس اللحظة حكيم كان بيعيط علشان نجيب هيسيبه ويشتغل في مكان تاني. وبعد كده نجيب بيوصل لمكان تاني غريب، والكفيل بينزله وينده واحد اسمه جاسر وبيقول له يخلي نجيب عنده للصبح. فنجيب بيحاول يطلب من جاسر تليفون علشان يطمن أهله عليه، لكن جاسر بيقول له في الصبح وإن هو لازم ينام دلوقتي. بعد كده نجيب بيلاقي راجل عجوز متبهدل جدا وشكله مستحماش من سنين، وبيكتشف إن هو هندي زيه، فبيسأله على مكان بيشرب منه مية، فبيشاور له على برميل كبير. فبيروح يجري ويقعد يشرب كتير جدا لأن هو ميت من العطش. وفجأة جمل بيخضه وبيهجم عليه، وبعد كده بيسترجع ذكرياته لما كان في الهند وكان بيشتغل عامل بيجمع الرمل من تحت مية الأنهار. وزميله في الشغل بيدوله سيجارة ويقول إن هي مستوردة من الخليج وإن جوز أخته اللي اداها لأن هو بيشتغل في الخليج، وبيعرض عليه إن هو يشوف له عقد عمل ويسفره ويعمل له البحر طحينة. وهنا نجيب بيوافق ولكنه مش بيكون معاه فلوس. فزميله بيقول له ما تقلقش، انت ممكن ترهن البيت وخلال شهرين شغل في السعودية هتكون مرجع كل الفلوس اللي انت صرفتها. وبعد الشغل بيروح يقابل جوز اخت زميله اللي بيكون اسمه كروفاتا. واثناء ما نجيب يدي كروفاتا الفلوس بيقول له ايه اللي هيحصل لو التأشيرة طلعت مضروبة. فبيتعصب عليه كروفاتا ويقول له انا مسفر نص شباب البلد. فبيعتذر نجيب ويرجع له الفلوس مرة تانية. وبعدين بنلاقي نجيب رجع البيت ويطلب من امه تعمل له شوية برياني قبل ما يسافر ويوصيها على مراته علشان هي بتكون حامل. وامه بتحسده وبتقول له انت هتاكل من لحم الابل كتير لان العرب مشهورين بيه وبيحبوه جدا. وهنا بنرجع للواقع وبنلاقي نجيب نايم، وفجأة جاسر بيصحيه ويكون متعصب جدا علشان نجيب نايم جنبه وبيطرده ويهزقه جامد ويشتمه ويقول له ان هو مكانه بره مع الحيوانات. ولكن نجيب مش بيكون فاهم حاجه. تاني يوم نجيب بيصحى ويشوف الراجل الهندي بيحلب المعزه، فبيقرب منه والراجل بيديله اللبن علشان يوصله للكفيل. ولكن نجيب بيشربه عشان بيكون مفكره ليه هو. فبيقوم الراجل العجوز يشتمه وياخد منه اللبن ويقول له ده لبن جاسر ويخليه يودي لبن تاني للكفيل. فبياخده ويشربه كله. بيقول لنجيب بالعربي ان العجوز اللي بره هيفهمه شغله، ولكن نجيب مش بيتحرك من مكانه علشان بيكون مش فاهمه بيقول له ايه. وهنا الكفيل بيزعق فيه وبيوصفه بالغبي. فنجيب بيترعب ويحاول يفهمه ان هو جاي يشتغل عامل في شركه ويقعد يترجاه ان هو يساعده يرجع للمطار، ولكن بيضربه بدون رحمه ويرميه بره ويقول العجوز يفهمه شغله. وبعد كده الكفيل الاولاني بيجي، فنجيب يجري عليه عشان يطلب منه يكلم اهله. وساعتها نجيب بيحاول يفهمهم ولكن الكفيل مش بيديه فرصه ويقول له يدخل الشوال جوه الخيمه. فبيروح يدخله جوه الخيمه ويبص على جاسر والكفيل بحزن شديد وفكر ازاي يخليهم يفهموه. وبعدها بيروح يوريهم جواز السفر اللي فيه التأشيرة ورقم كروفات علشان يتواصلوا معاه، ولكن الكفيل بيقطع الجواز ونجيب يتصدم وينهار من اللي عمله وبيحاول يمنعه، ولكن جاسر بيزقه جامد جدا. وبعدها نجيب بيحاول يلم الجواز من على الأرض ولكن بدون فايدة. وهنا نفهم إن الكفيل وجاسر مخبيين
حاجة. وبعد كده الكفيل بيكون بيخبز عيش هو وجاسر، وبيندى على نجيب ولكنه مش بيرد عليهم ويتجاهلهم، ولكن لما يشوف العيش بيضطر يروح لهم من شدة الجوع، وبيقعد ياكل بشراهة. وهنا بيكون قاعد لوحده وبيبدأ يسترجع الذكريات اللي كانت بينه وبين مراته وهو سعيد بحملها، وبعدين يختاروا اسم المولود. وافتكر برضه يوم سفره لما أمه ومراته كانوا زعلانين جدا. بعد ما نجيب بيفوق من الوهم اللي هو فيه بيروح يعمل حمام وسط الغنم، ولما بيشوفوا جاسر بيستخدم المية بيزعق فيه ويشتمه ويعرفوا ان المية دي بتجيلهم من مكان بعيد وفلوس كتيرة وهو مش بيدفع فيها. والعجوز بيقول له نظف نفسك بالرملة. وبعدها بيلاقي عامل هندي من شركة المية بيجي يملى الخزان لجاسر كل يوم، فبيتكلم معاه ويقول له يساعده يوصل للمطار ويخرجه من الصحراء. ولكن الكفيل بيشوفهم وبيدخل ويزعق للعامل، وبيقول للعامل هو طلب منك تهربه، لكن العامل ينكر الكلام ده. ساعتها الكفيل بيضرب نجيب بالعجال، لكن نجيب بيمسكه منه فبيتعصب ويقول انت ازاي تجرأت ومسكت العجال، ويدخل جوه الخيمة علشان يجيب السلاح ويخوف به نجيب، لكن بيمسكه فبيضربه بالبندقية على دماغه ويشتمه ويهينه ويعرفه ان هو يقدر يموته ويدفنه في الصحراء ومحدش يعرف مكانه. ويشوف مية جنبه فبيفتكر النهر وأيام ما كان بيستحمى فيه وأيام الحلوة مع مراته سينو، وبنعرف إنهم كانوا بيحبوا بعض جدا وكانوا مستنيين المولود الجديد. ولما بيفوق نجيب من ذكرياته بيفضل يبكي بكاء شديد وبيندى على سينو. وفي الليل بيقعد مع العجوز ويسأله بقاله كام سنة شغال مع الكفيل ده، فبيرد عليه العجوز بأغنية ويبان عليه إن هو اتجنن وما يكونش في كامل قواه العقلية. وتاني يوم الصبح بيجي جاسر وبيزعق لنجيب علشان بيكون لسه نايم ويأمره بيحلب الأغنام، لكن نجيب بيكون ما بيعرفش يحلب فبيزعق فيه جاسر ويضطر يعلمه، وبيجي يحلب الغنم فبتقوم ضرباه والخروف بيكمل عليه وينطح ويغمى عليه. وفي الوقت ده بيجي الكفيل ويضرب طلقة في الهواء، فالقطيع بيخافوا وبيهربوا بعيد، وبيروح لنجيب ويكب عليه شوية مية علشان يفوقه ويخليه يشرب بق مية صغير ويزعق له علشان الخرفان والغنم هربوا، ويأمره انه يجمعهم مرة تانية الا ويحرموا من المية طول اليوم. وهنا بتجيله معدة صغيرة وبتقف جنبه وبتملس على رجله، وبعدين بتندى على كل الغنم علشان يجوا لوحدهم. وبيحصل تواصل غريب بين نجيب والغنم، وتعدي سنين ونجيب بيكون شكله اتغير وبقى زي الراجل العجوز اللي كان في بداية الفيلم. وبيكون نجيب فقد الأمل وكاره شكله باللحية الكثيفة، فبيحاول يقصها ولكنه بيفشل فبيقرر ينتحر. ولكن فجأة هو قاعد بيلاقي الصقور بتاكل جثة، فبيروح يبص فبيلاقيه الراجل العجوز، فبينهار ويحاول يبعدهم عنه. وبعد كده نجيب بيتعصب فبيطلع يجري في الصحراء علشان يهرب، ولكن جاسر بيشوفه ويطلع وراه بالجمل ويضربه طلقة في رجله ويشتمه ويزعق فيه. وفي الليل بيكون نجيب بيتألم جدا وعطشان، فمش بيلاقي قدامه غير المية اللي بيشرب منها الغنم، فبيشرب بكل ذل وقهر. وبعد كده بيكون نجيب بيرعى الغنم والدنيا بتمطر، فبياخدهم ويستخبوا في كهف. ولكن نجيب بيسمع صوت غنم تاني جاي من بعيد ويروح يشوف ايه ده، فبيلاقي حكيم وما بيتعرفش عليه في الاول لان شكله صغير جدا، فبياخده في حضنه. فحكيم بيقول له ان هم لازم يهربوا، ونجيب بيقول ان هو حاول كتير ومعرفش يهرب ابدا. بعد كده حكيم بيكون سايب رسالة لنجيب وكاتب فيها ان كفيله ضربه ضرب جامد جدا علشان شافه بيتكلم معاه، وقال له ان في واحد افريقي اسمه ابراهيم هيساعدهم على الهروب. وده بيحسس نجيب ان في امل من تاني، وبيتقابلوا التلاتة. وابراهيم بيقول لنجيب ان بعد ايام قليلة بنت كفيلهم هتتجوز، ودي هتكون فرصة ما تتعوضش للهروب. وقبل الزفاف بساعات بيكونوا بيحتفلوا، والكفيل بيرمي حتة لحمة لنجيب علشان ياكلها زي الحيوانات. وفي الصبح جاسر بيمشي علشان يروح الزفاف ويوصي نجيب على الغنم. بعد كده بيبدأ نجيب يغير هدومه ويلبس لبسه الجديد، ولكن بيكون واسع عليه جدا. وبعد كده بيتقابلوا التلاتة تاني وبيبدأوا خطة الهروب. وأثناء ما هما ماشيين بالليل بيعطشوا جدا، وإبراهيم بيقول إن هو هيتصرف وبيلاقي خيمة، فبيقرر يقرب منها علشان يجيب مية، ولكن أصحابها بيفتكروه حرامي وبيضربوا عليه نار. وتاني يوم بيقوموا يصلوا، ولكن ابراهيم بيكتشف ان هم في وكر افاعي، فبيقوم بسرعه وبينقذهم هما الاتنين. وبعد كده رجل نجيب بتلتهب وتنتفخ بسبب حراره الرمله، ولكن ابراهيم بيلف له رجله بقماشه علشان يحميها. واثناء ما هم ماشيين حكيم بيوجع من طوله وبيبدا يلوم ابراهيم لان هو صاحب الفكره، ويكملوا مشيهم. وفجاه حكيم يتخيل الرمله ميه محدش بيقدر يمنعه، ويبدا ينزل دمه من بقه. ونجيب بيتخض عليه جدا ويطلب من ابراهيم يساعده، ولكن ابراهيم بيكون عارف ان حكيم خلاص هيموت، وفعلا بيموت في لحظته. وبعدها بتقوم عاصفة رملية شديدة وابراهيم بيسحب نجيب عشان يستخبى. وتاني يوم بعد هدوء العاصفة نجيب بيكون مصدوم من اللي حاصل لصاحبه، ولكن ابراهيم بيشده عشان يكملوا، ويكون الاتنين ما عادوش قادرين وخلاص هيموتوا. ولكن ابراهيم بيشوف سحلية فبيمشي وراها وبتوصلهم لواحة صغيرة فيها بحيرة ونخل مليان بلح، ونجيب بيهجم على المية بشراهة، ولكن ابراهيم بيمنعه وبيشربه بالراحة علشان ما يموتش. وبعدها بيكملوا الطريق، وابراهيم بيلاقي ورقة بسكوت على الارض واثار لعجل عربيات
فبيفرحوا جدا وبيفهموا إن في طريق سيارات جاي، وبيكملوا مشي ولكن مش بيلاقوا حاجة. فبيناموا، ولما نجيب بيصحى بيلاقي جزازة المية جواها تمرة وإبراهيم مش موجود، وساعتها بيفهم إن إبراهيم انتحر. ويكمل الطريق لحد ما بيلاقي طريق عربيات ويحس إن هو فرج من ربنا، وبيروح عشان حد يساعده ولكن محدش بيوقفه، لحد ما ربنا بيبعت له راجل محترم وبياخده معاه المدينة. لكن نجيب بيكون خايف منه في البداية، ولكن الشخص ده بيطمنه وبيديله مية ويصبره ويبصله بحزن وشفقة على حاله، وبعدها بيوصله المدينة. وبيستغرب نجيب إن الراجل ساعده بالفعل وبيشكره جدا، وبيمشي في الشوارع لحد ما بيلاقي مجموعة من الهنود، فبياخدوه سكنهم ويحموه ويقصوا شعره ويحلقوا دقنه ويجيبوا له ممرض يعالجه، ويساعدوا شخص منهم إن هو يكلم أهله في الهند. وأول ما بيسمع صوتهم بيبدأ في العياط، وخصوصا صوت ابنه، وبيروح لمركز الشرطة علشان يعرف يطلع جواز سفر تاني. وبعدها بنشوف نجيب واقف مع الناس اللي هربانة من كفيلتهم، وبيجي عليه الكفيل بتاعه وبيعرفه إن هو ما كانش الكفيل بتاعه، وهو استغل إن نجيب ما بيفهمش عربي وخده معاه بدون ما يدفع أي حاجة. فبينهار نجيب من البكاء وبيتحبس كده لحد ما طريق خروجه من البلد يطلع، وبيروح للهند وهو إيد ورا وإيد قدام. وما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة، عشان أنا تعبت في الفيديو ده جدا يا ابن عمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.